في الحياة في نوعين من الستات، واحدة بتضيع عمرها علشان الكل، والتانية بتبني عمرها علشان نفسها. والفرق بينهم قرار انك تختاري نفسك. اهلا بيكي في قناة بديفا، المكان اللي هتلاقي فيه صوتك الحقيقي ونورك الداخلي اللي مستني فرصة يطلع. في رحلة الحياة في نوعين من النساء. الأولى أسيرة الانتظار والتضحية. الست دي بتصحى كل يوم مثقلة بهموم الناس وأولويات الكل إلا نفسها. بتأجل أحلامها وبتسكت عن وجعها وبتفتكر إن العطاء من غير حدود هو اللي هيخلي الناس تحبها. بس الحقيقة محدش فاكر تضحيتها وقت التعب، ومفيش تقدير بيعوض سنين راحت. التانية بقى بنت قررت تبني نفسها وتعيش حياتها بشغف ومسؤولية. بتتقبل نفسها زي ما هي وبتشتغل على تطويرها يوم بعد يوم. بتحط حدود واضحة بين راحتها وبين طلبات الآخرين. بترفض تلعب دور الضحية مهما كانت الظروف، وبتحول كل تجربة صعبة لوقود يدفعها لقدام. والأهم، بتعيش حقيقتها بدون تمثيل، بدون خوف، وبدون اعتذار. سؤال صادق، انت مين فيهم؟ هل انت لسه مستنية الحياة تفتكرك، ولا قررت تبدأي تبنيها بإيدك؟ الست اللي بتعيش علشان ترضي الكل محدش بيفتكرها إلا وقت المصلحة، لكن اللي بتعيش عشان تحقق ذاتها الناس بتحترمها وبتفضل دايما مصدر إلهام. قرار ليك النهاردة بسيط بس مصيري. اختاري تكوني النسخة اللي بتحب نفسها وبتبنيها، مش اللي بتستنى التصفيق بعد فوات الأوان. 3 حواجز لازم تشيليهم فورا من حياتك. ارفضي اي تقليل من نفسك، شكلك، سنك، جسمك، طموحك، انجازك، محدش له الحق انه يقلل منهم. 2، اتخلصي من الشعور بالذنب. الماضي مش سجن، ده درس. 3، بطلي تستني الاذن، محدش هيجي يقولك ابدأي، البداية منك انت. خلاصة الكلام، الحياة مش هتتظبط لوحدها، هي بتتغير لما انت تتغيري. ولما تحبي نفسك بصدق هتتفاجئي قد ايه العالم بيتبدل حواليك. ولو حد اتضايق من قوتك فده لانه كان مستفيد من ضعفك. لو الفيديو ده لمس فيكي حاجة اعملي لايك واشتركي في قناة بي ديفا علشان تفضلي دايما في رحلة وعي وحب ذات. كل يوم خطوة، وكل خطوة هتقربك من النسخة اللي تستحقيها. اشوفكم الفيديو الجاي.